السلام عليكم. بجد من بعد الفيديو ده مستحيل هتشتري البيتي فور تاني من برّه أبدًا، طريقته سهلة أوي وبسيطة، وكمان شكل بقى ما فيش بعد كده، مستحيل كمان تجيبيه من برّه بالشكل ده، عمرهم يا جماعة والله ما بيهتموا بالتفاصيل زي ما بتعمليها في البيت، بجد يعني اللي يشوف يقول ده صعب جدًا وفيه شغل كتير، بجد بالعكس جدًا البيتي فور ما فيش أسهل ولا أبسط منه. طبق زي ده أنا عايزة أقول لِك ده ربع الكمية اللي أنا عاملاها من الكيلو من الدقيق، يعني لكِ تتخيلي ما شاء الله، ما شاء الله الكمية قد إيه، ما فيش بعد كده وإن شاء الله يالّا نبدأ بقى بسرعة في المقادير البسيطة جدًا. أول حاجة معايا صفار بيضة واحدة و3 بيضات كاملين، أنا هاشتغل على كيلو من الدقيق. وهنا السكر البودرة بتاعي حوالي ربع كيلو، لأ بالفعل ربع كيلو من السكر البودرة، عليه الكمية اللي اتفقنا عليها من الدقيق كيلو من الدقيق. نرجع بقى على الزبدة، أنا النهاردة عاملاه بزبدة نيوزيلندي والزبدة 800 جرام، كتير؟ لأ مش كتير علشان يطلع معاكِ مضبوط جدًا، الكيلو يا جماعة الكيلو دقيق هيعمل لِك يعني أكتر من 2 كيلو بيتي فور بعد التزويق بقى طبعًا، وبعد يعني ما بينتهي خالص، فأكيد أنتِ مستفادة بالفرق ده كله، مش عايزة تعملي بالزبدة النيوزيلندي، عندِك زبدة فرن، عندِك أنواع كتير جدًا ممكن تستبدليها بيها. طيب أول حاجة عملتها جبت الزبدة ونزلت بيها على السكر وعلى العجان على طول، المرحلة دي عندِك مضرب كهربا هيشتغل ويبقى زي الفل. طيب بالنسبة للزبدة أنا خلّيتها بدرجة حرارة المطبخ، يعني كانت شبه الكريمة كده بالضبط، يعني كانت كريمية جدًا. عايزة أوريكم التِب بقى بتاع القمع اللي أنا هاشتغل بيه أو الكيس الحلواني، الشكل اللي أنتم شايفينه قدّامكم ده اللي هي السنون المقفولة، أنا بصراحة بافضّل الشكل ده، تمام، يعني ده بيدّيني الشكل المضبوط أوي في البيتي فور، وعمومًا هو مش هيفرق أكيد في الطعم. بدأنا بقى في مرحلة ضرب الزبدة زي ما أنتم شايفين، يعني كل حوالي دقيقتين كده باوقّف العجان وبانزّل الجوانب دي كلّها علشان كل الخليط يختلط ببعضه كده وما يكونش فيه يعني حتّة فاتحة وحتّة غامقة، لأ أنا عايزة الخليط أو عايزة الزبدة بتاعتي كلّها توصل للدرجة اللي أنتم شايفينها دي، كريمية فاتحة بالشكل ده، وفي المرحلة دي هابدأ أنزّل البيض، البيض بانزّله واحدة واحدة كده بالراحة علشان لو نزّلناه كمية واحدة هيفصل معاكِ البيض من الزبدة وهيدوّخِك بجد. زي ما اتفقنا واحدة واحدة كده بالراحة نركّز في التفاصيل اللي إحنا بنعملها هيطلع معاكِ الحاجة مضبوطة جدًا. عايزة أقول لِك ده تالت فيديو لحلويات العيد، عملنا البسكوت وعملنا الغريبة، وإن شاء الله الفيديو أهو البيتي فور، وبإذن الله بقى يعجبكم وتجرّبوا كل حاجة في البيت ما فيش أسهل منها والله يا جماعة. شغل البيت سهل جدًا أو الحلويات عمومًا كلّها سهلة جدًا ما فيهاش أي حاجة. طبعًا هنا بعد خلاص انتهينا من البيض هندخل على الدقيق، أنا نزّلته على طول وشِلت طبعًا المضرب السلك وحطيت الكَف بالنسبة للي عندها عجّان، لإني أكيد مضرب السلك مش هيستحمل تُقل الدقيق، فبدّلته بالكَف علشان أدّي له تقليبة بسيطة خالص، يعني عايزة أقول لكم بُصّوا خلاص كده، يعني أنا مش محتاجة أضرب أكتر من كده، هو بس يا دوبك يتجانس يعني الخليط مع الدقيق وكده تمام خالص. بالنسبة بقى للتشكيل، أنا باشكِّل على طول ما باخلّيهوش يستنى مثلًا شوية أو حاجة، لإن أنتم عارفين الزبدة ممكن تتجمِّد ويبقى في صعوبة إنِّك تشتغلي بالقُمع. عايزة أقول لِك بقى يعني بسم الله ما شاء الله، والله لو عندِك 3 كيلو من البيتي فور هتعمليه في وقت قليل جدًا مش هتتخيلي، هتقطّعي على طول بس أهم حاجة يكون عندِك صواني كتير علشان تقطّعي كل الكمية مرّة واحدة، ممكن تقطّعي الكمية كلّها مرّة واحدة وتسيبي التسوية بعد ساعة، بعد ساعتين ما فيش أي مشكلة، لكن المهم إنِّك تكوني قطّعتِ الخليط أو العجين بتاعي وهو لسه شغالين فيه. عايزة أقول لكم إن أنا شِلت معلقتين من الدقيق علشان المرحلة اللي أنتم شايفينها قدّامكم دي،
ضِفت معلقة كبيرة هرمية، يعني معلقة ونُص كده من الكاكاو الخام اللي بدون سُكّر، تمام، وحطيت عليها حوالي يعني ربع معلقة صغيرة من الزيت الذرة علشان يحرّك لي الخليط أو يحرّك لي الكاكاو وما تكتّلش معايا في العجين، تمام، يعني أنا ما ضِفتش أي حاجة، أنا شِلت بس معلقتين علشان أضيف الكاكاو مكانها في الخليط. أنا باحب بقى في التسوية أعمل جزء بالشوكولاتة وجزء سادة علشان أشوف التسوية المضبوط، حتى لو عملتِ البيتي فور 100 مرّة لازم تجرّبي دي. وفي ملحوظة تاني عايزة أقولها، أول ما بتخلّصي الخليط بتاعِك جرّبي في 3، اعملي 3 بيتي فورات كده ودخّليهم الفرن واضبطي فرنِك عليهم واضبطي العجينة عليهم، عادي جدًا. عايزة أقول لِك بسم الله ما شاء الله خلّصت كل الكمية، يعني عايزة أقول لكم لحقتهم على يعني تقريبًا ما كنتش هالاقي حاجة أصوّرها ما شاء الله، الولاد رايحين جايين ياكلوا فيه، فشِلته بقى ويالّا بينا على مرحلة التزيين. التزيين هنا عندي يعني شوية كده من الشوكولاتة البيضا وشوكولاتة بالحليب، بلاش الdark الغامقة دي، علشان تدّي طعم كويس أو حلو البيتي فور بتاعي، تمام؟ أنا هنا بشرتهم زي ما أنتم شايفين، وحطيتهم في الميكروويف حوالي 30 ثانية مش أكتر من كده، ونزّلت عليهم بنُص معلقة صغيرة من الزيت وقلّبتهم، وزي ما أنتم كده موضّح قدّامكم، وبعد كده هاشتغل على طول في التزيين. بالنسبة للناس اللي مش بتحب تزيين البيتي فور ممكن لو مش حابة الشوكولاتة ممكن بالمربى، لكن في ملحوظة، المربى مع الوقت لو أنتِ هتشيليه طبعًا من دلوقتي للعيد هتلاقي البيتي فور بتاعِك بقى طري جدًا ومش هيعجبِك خالص، لكن بالنسبة للشوكولاتة بتحافظ على قوام البيتي فوراية نفسها، بتقعد معاكِ حوالي شهر أو أكتر كمان. تمام، الطريقة دي بقى بتسهّل عليَّ إن أنا بافرد كل الكمية على طول و بالزّقها، دي مرحلة تلزيق بقى الطبقتين ببعض. ممكن تحطّي مربى، بس زي ما إحنا اتفقنا قُلنا المربى يعني بتخلّي البيتي فور طري كده وبصراحة مش بيعجبني، أنا باحب جدًا باشتغل أو ألزّق بالشوكولاتة البيضا أو الشوكولاتة اللي بالحليب. هنا بقى الجديد جِبت بقى هنا كريمة البيستاشيو وضفتها على الشوكولاتة البيضا، خدت معلقة كبيرة كده علشان طبعًا يعني يخلّي في كده تغيير شوية في التزويق، وده حاجة ترجع لِك، موضوع التزيين بتاع البيتي فور يا جماعة بتاعِك أنتِ، حابة تعمليه كده، حابة ما تزينوش خالص براحتك، بس أنا حبيت أدّيكم أفكار. ده أول شكل كده زي ما أنتم شايفين، اديته شوية من الفستق كده بسيط أوي، ممكن تدّي له شوية من الجوز الهند المتاح عندِك اشتغلي بيه. البرد عندي يعني مش قادرة خالص والله ولا حتى قادرة أتكلم. صوّرت الفيديوهات وقُلت بقى كفاية كده أحاول إن شاء الله أمنتج وأنزّل. ده الشكل الأولاني، الشكل التاني الشوكولاتة العادية خالص اللي هو البيتيفورية الشوكولاتة وحطيتها كده في كريمة الفستق ورجعتها تاني في الفستق المجروش أو ممكن لو عندِك سوداني، أي نوع مكسرات عندِك اشتغلي بيها، تمام؟ الشكل التقليدي طبعًا بتاع البيتي فور. وهنا بقى القطعة دي عايزة أقول لكم جميلة جدًا، وهنا خلاص خلّصت كل الكمية وإن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم.